السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معانا النهارده رز اخضر وبوري مشوي. تمام. طب عملنا الرز الاخضر ده ازاي وبوري مشوي. يلا بينا ندخل الفيديو ونشوف الوصفه بتاعتنا. اتفضلوا معانا. صلوا على الرسول ولا اله الا الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ صباح الخير، صباح الهنا، جمعه طيبه مباركه علينا جميعا. نبدأ الكلام بتاعنا والفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتعملي غدا ايه النهارده يا بطوط؟ اقول لكم هنعمل ايه. هنعمل رز اخضر وسمك مشوي، بوري مشوي. ازاي ده مع ده؟ انا بحبه كده واحنا بنحبه كده، وانت طبعا تاكلي الاكله اللي انت بتحبيها. ما تقوليش ازاي دي مع دي او دي مع دي. جربي الحاجه، ان عجبتك هتاكليها، ما عجبتكيش ما انتش تعمليها. تمام، بس لازم تجربي. طيب تمام. معاكي ايه يا بطوط؟ معايا حزمه شبت جميله هي مخرطاها زي ما انتم شايفين كده. ماشي. معايا بصلايه وسط مخرطاها ناعمه. معايا كوبايتين رز مغسولين ومنقوعين. تمام زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كده. معايا هنا معلقه سمنه ومعلقتين زيت. ممكن تستبدلي السمنه بزيت بس او بزبده او سمنه بس زي ما تحبي. ماشي. هنشوف الطريقه مع بعض. يلا بينا. اول حاجه هنعملها هنحط الشبت هنا في الخلاط. تمام. طبعا هنحط كوبايتين ميه. احنا عندنا كوبايتين رز مصري. تمام. هنحط عليهم كوبايتين ميه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. تمام. تمام. هنضرب الشبت بالميه في الخلاط. يلا بينا. بالشكل ده كده. نحط البصل بتاعنا. طبعا احنا مش هنحمر البصله، احنا بس هنطريها، يعني ايه، هنديها لون خفيف كده، تشميعه كده يعني. تمام. هنحط معاها ايه يعني حاجه خفيفه كده. ساعه ما اللون بس يطرى كده شويه هنحط عليها الرز ونشوفها مع بعض. عايزه تنكيها باي نكهات، قرفه، قرنفل، حبهان، ورق، نكيه براحتك، بس انا بحبها كده من غير ما نحط فيها حاجه. تمام كده. البصله بتاعتنا بقت حلوه. هنضيف عليها الرز بقى كده. حطيت الرز ونضيف عليها. طعم الرز بالشبت او الرز الاخضر طعمه تحفه. حابه تضيفي الوان صناعيه وكلام من ده، اللي هي بتاعت الالوان بتاعت الطعام والحاجات الصحيه دي. حابه مش حابه، هو اللي الشبت بيقوم بالمهمه كلها. طبعا هنا هنضيف معلقه الملح، مش معلقه، حاجه يعني على حسب ذوق الحدق اللي انت بتحبيه. تمام. تمام. لو انت حابه تصفش دي تشميعه للرز. تمام. تمام. ونحط نضيف عليها الميه بتاعت الشبت. طبعا انا بصفي ميه الشبت، هنشوفها مع بعض اهو. شايفين كده دي ميه الشبت اهي. تمام. هو اللون هيبقى لون يعني جميل حلو، يعني مش هتحتاج ان انت تحطي الوان ولا حاجه. لو حابه تزودي اللون بتحطي الالوان اللي انت عايزاها. تمام. هو اهم حاجه ما يبقاش مثلا عامله كميه حزمه شبت صغيره وبعدين تقومي حاطه عليها ايه، عامله كميه رز كتير. لا، المفروض ان تبقى الحاجه قريبه من بعضها. تمام. هنا عندي الرز اتشمع اهوت خلاص. هضيف عليه الميه بتاعتي. طبعا حطيت له الملح. هضيف ميه الشبت بتاعي عليها. طبعا من كوبايتين رز عليهم كوبايتين الميه. تمام. طبعا انا ضاربه الشبت بكوبايتين الميه وصفيت زي ما انتم شايفين كده. ساعة ما هيستوي هياخد اللون الاخضر الجميل اللي انتوا حابينه. طيب مثلا انا حسيت ان هنا الميه يعني ايه قليله شويه، عادي ممكن تزودي ميه. تمام. نجيب حبه ميه كمان. طبعا هنزود حبه ميه صغيرين اهما بالشكل ده كده. شايفين المنظر؟ لسه بقى ما يستوي هيبقى منظر ريحه وطعم
بجد طبق رز. غيرت في شكل الرز بتاعك من الابيض او الرز ابو شعريه او رز الحبايه وحبايه، عملت حاجه جديده زي ما تكوني بتعملي كشري البطاطس او بتعملي رز احمر، بس بتستبدلي الصلصه بالشبت. بدات تغلى هي، ساعه ما يبدا الحله كلها تغلي او مهديه النار واسيبها مع نفسها بقى كده، الرز يتردد على بالراحه، وفي نفس الوقت الحبايه تستوي ايه حلو يعني. لو انت وصلت معايا لحد هنا تصلي على الرسول، تقول اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد. وتقولي لي يا ريت بس تقولي لي انت بتتابعيني منين عشان نبقى عارفين ثقافات بعضنا، ويبقى كل واحد يعني انت بتعملوا الرز بالطريقه بتاعتي ديت ولا الطريقه اللون الاخضر التاني يعني كده. ممكن تعمليه على فكره بالرز البسمتي عادي، ما فيش مشكله، ده بالعكس بيبقى جميل جدا 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 يعني. تمام. الرز بدا اهوت، هبدا اغطيه واوطي النار بقى، نبدا نغطيه بقى. شايفين بقى الجمال ده كده بجد، هو لونه جميل وحلو. الكاميرا ظلمه كمان والله. حبايه من حبايه طبعا. بتقولوا حله ستيل زمانها ما اتحرقت، لا الارضيه بتاعتها اهي متلزقش ولا بتتحرق ولا اي حاجه، ده من ايدك. ليه؟ لانك بتهدي النار. طب عليت النار شيء طبيعي. تمام. يلا بينا نغرف مع بعض. قبل ما هغرف هطلع اشوي السمك بتاعي. ده السمك بتاعي بوري اهوت، غسلته ونضفته وشلت القشره اللي عليه زي ما انتم شايفين كده، ما لهوش القشره اهي شايلاها. تمام. وغسله النشور بتاعها وحلوه ونضيفه وما فيهاش اي حاجه. وعصر عليها ليمون. عصر عليها ليمون ليه؟ انا نقعها وغسلاها ومنضفاها وكل حاجه، بس لازم اعصر عليها ليمون. طريقه التنظيف بتاعه البوري ديت مع عصير الليمون على السمك قبل ما اشويه، دي انا واخداها من واحده صاحبتي اسمها ام احمد. تمام. فهنطلع بقى نشوي السمك وننزل نغرف الرز بتاعنا والسمك. وطبعا انا هنا برضو جهزت طبق السلطه قبل ما اطلع اشوي السمك، عشان ساعه ما انزل يبقى السمك سخن والاكل سخن وجاهز كده. تمام. تمام يا حبايب قلبي. كده يا حبايب قلبي انا طلعت شويت السمك ونزلت. تمام. تمام. انا فرشه الارضيه بتاعت، لا انا حطيت الاول ايه تحديقه. تمام. دي طبعا التحديقه بتاعت السمك اللي انا عاملاها. تمام. فلفل وليمون وشطه وكمون. تمام. نحط بقى السمك بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سخن ايه مولع طبعا بالشكل ده كده بالرصه اهو. ما بنبلش ميه، بصوا زي ما انتم شايفين كده يعني. ممكن ترشيها على الناشف يعني، تعملي الدقه دي ناشفه
وتبقى تعصروا الليمون. بس انا بحب اضربها في الخلاط عشان بحب قشر الليمون. العطور الزيتيه بتاعت قشر الليمون دي جميله جدا جدا جدا. تمام بالشكل ده كده. دي خلطه السمك بتاعتنا. انت بقى بتعملي خلطه السمك بتاعتك ازاي؟ تمام. هنحطها بقى في شنطه بيضه بلاستيك حلوه، او لو عندك ستريتش تحت كانت هتقع. الحمد لله. صلوا على الرسول وحدوا لا اله الا الله. اللهم اجعلها جمعه مباركه علينا جميعا وعلى امه لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم فك كرب كل مكروب وسد دين كل مديون واقضي حواجبنا يا الله. اهوت. تمام كده. انا عملت الدقه بتاعتي وحطيتها اهي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهوت. هنشوفها بقى ساعه التقديم. الدقه تحفه ومولعه ومشطشطه كده وجميله وحلوه. تمام. وريت طعم الليمون والريحه مش هقول لكم عليها. هنغرب بقى ونشوف مع بعض الاكل بتاعنا. بس هحطها في كيس الاول اوريها لكم بالشكل ده كده. لو انت بقى عندك حله بتحطي فيها ولها غطا وكلام من ده برضك حلوه مش وحشه. عندك استرتش بتلفيه في الاسترتش، ورق ليمون، اي حاجه اللي موجود عندك. المهم ان انت تسيبيه مع بعضها كده تاكل في الدقه وتلاقيها منزله ميه حلوه كده طعمها دي بتاعها حدقها مع نفسها. طبعا انا ما حطيتش ميه ولا حطيت اي حاجه خالص. ماشي. هنشوف لما نيجي نغرب بقى الاكل ونقدمه هنشوف الطريقه. مش انت بتجيبيه كده من عند الست اللي بتشوي لك سمك بالشكل ده كده في ورق في طبق فبره او حاجه اهو بالظبط. ممكن تحطي طبقين فبره فوق بعض والسمك في النص والكلام من ده بيبقى طعمه جميل وحلو قوي. ده بقى الشكل النهائي للطبق بتاعنا بالشكل ده كده. ايه رايكم؟ ده غدانا اليوم. طبعا في واحده هقول لها دي انت عارفه ان الطبق ده بتاع الغالي وممنوع الاقتراب ولا مد الايد. صحه وهنا على قلب اللي ياكله. شوفوا وشكم بخير على فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانت معاكم فاطمه الجندي لقناه فاطمه الجندي. اتمنى ان الوصفه بتاعت اليوم تعجبكم. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم. وما تنسوش اللايك بالله عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وجمعه طيبه جميعا ان شاء الله.